مساء الفل عليكم، يا رب اموركم تبقى كلها طيبه وبخير. حكايه النهارده حكايه على قد فلوسكم. على قد فلوسكم انت دايما بتستخدمها مع الاماكن اللي بتشتغل فيها، وخصوصا لما تحس ان انت بتحس بقله تقدير، بتحس ان انت قدرك اكتر من كده في الفلوس، او بتحس ان الشركه اللي انت شغال معاها بخيله فما بتدكش كل الفلوس اللي المفروض الموظف اللي مكانك ياخده يعني. فبتحاول تقلل من جهدك معاهم، وتقعد تقول لنفسك مبدأ كده او كونسبت في دماغك، تقعد تقول على قد فلوسهم، على قد هو كده، على قد فلوسهم، على قد فلوسهم. على قد فلوسهم دي انت بتبقى فاكر ان انت بتاخد حقك بالطريقه دي، لكن الحقيقه بتقول انك مش بتاخد حقك ولا حاجه. انت بتقلل من الخبرات اللي بتستفاد بيها. كل مره بتأثر وبتقلل من شغلك بسبب كلمه او حجه على قد فلوسهم، بتخليك ما تعيش شغل في حاجة معينة، مهارة معينة، خبرة معينة، موقف جديد بتمر بيه في الشغل. انت بتقفله من البداية. من البداية بتقول على قد فلوسهم، انت ما بتمرش بيه. فانت بتقلل من مستواك انت. انت فاكر نفسك ان انت بتاخد حقك، لكن بالحقيقة للأسف انت بتيجي على نفسك. فما تستخدمش خالص مبدأ على قد فلوسكم ده. دايما اعمل الشغل وخد نتيجته خبرة ومهارة قبل ما تكون نتيجته فلوس. لأن الخبرة والمهارة اللي بتوعك برضو على حاجة تانية، المبدأ بتاع الجهد المهدر. الجهد المهدر، انت طول ما انت ماشي على مبدأ على قد فلوسكم انت فاكر ان في جهد مهدر. انا لما اعمل شغلانة جهدي ده بيضيع على الفاضي، ما انا مش هاخد حقها. لا يا حبيبي، انت ما بتعملش كده. انت اي حاجة بتتعب فيها بتاخد لها ريتيرن تاني، بتعود عليك. بس بتقعد عليك المره دي، بتقعد عليك المره الجايه، بتقعد عليك المره اللي بعدها، هي كده كده باقيالك. انت اتعلمت حاجه جديده فباقيالك. بلاش نستخدم مبدأ على قد فلوسكم، واشتغل عشان تستفاد. شكرا.